بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله حبيت اعمل معاكم كيك الرمان بصوص الرمان. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده بالكريمه والرمان، لكن حبيت اختلف شويه وعملت صوص جميل كده مختلف كده وحصري، وطريقته جميله جدا. هنشوف مع بعض دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين، وزي ما انتم شايفين كده هبتدي اسقيها بالصوص بتاعها. الله اكبر، الله اعظم. زي ما انتوا شايفين الكيك طعمه جميل قوي قوي، يعني شارب من الصوص بتاعه حلو جدا جدا. معايا بقى 2 بيضة، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، 3 حبات من الرمان، كوباية الا ربع من الزيت، من السكر، كوباية الا ربع من اللبن، ونص كوباية من الزيت على السمنة، وطبعا كوبايتين من الدقيق، ورشة من الملح كده، ومعانا ايه طبعا معلقة من الخل. وهنبتدي طبعا نشوف هنعمل ايه. طبعا الرمان زي ما انتم شايفين انا بمسكه اقطعها 2 وافتحها، اعمل لها 3 فتحات كده، وبدق عليها باي تقل او ايد هون زي ما انتم شايفين كده. وبعمل الكمية كلها بمنتهى السهولة جدا، يعني بتفصص بطريقة سهلة جدا. تمام. زي ما انتم شايفين بقى كده ايه، هنبتدي طبعا نخلص الكمية، وهنبتدي بقى ايه نشوف هنعمل طريقة الكيك. طبعا معانا 2 بيضة زي ما انتم شايفين، وكيس من الفانيليا، وطبعا هننزل برضو بمعلقة الخل، ونبتدي طبعا ان احنا نضرب البيض يعني. تمام. وهننزل طبعا ايه تدريجيا بقى، هننزل طبعا بنص كوباية الزيت على السمنة، وهنبتدي نضرب. وبعدين هننزل بكوباية الحليب. وطبعا انا في المرحلة دي هضيف طبعا الاول السكر، وبعدين هضيف الحليب. تمام. وهبتدي اضرب. انا كنت ضفت السكر وضربته، وبعدين ضفت الحليب. تمام. فيديو كان قديم عندي بقى وناسيه انا عملت ايه بصراحة. آه وطبعا خلصت الخليط السائل، وهبتدي انزل بالدقيق، وهبتدي طبعا اقلب الدقيق مع الخليط كده. تمام. لحد ما يديني القوام اللي انتوا شايفينه دون. وهبتدي ان انا طبعا اصبها في الطاجن او الصينيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الخليط قوامه جميل جدا. وابتدي طبعا امسح مسحه بالزيت كده في الطاجن بتاعنا، وهنبدره برضو. تمام. هنبدره كويس بالدقيق. وطبعا هننزل بالخليط بتاعنا على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، وناخد بالنا بقى من التسوية بتاعنا. وهنبتدي نعمل الصوص بتاعنا. طبعا أنا ضفت كوبايتين من عصير الرمان اللي أنا عصرته، وطبعا عملته في الخلاط وصفيته. وطبعا هضيف عليه كوباية من السكر وعصرة من الليمون زي ما بنعمل السيرم بتاع الحلويات بالظبط. تمام. هيتقل معانا، يدينا قوام السيرم كده، هتبقى كده اتعمل معانا لمدة 10 دقايق كده بعد الغليان. تمام. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو كان متصور معايا بالطول، وطبعا انا في المونتاج ظبطته وعملته بالعرض اللقطه دي، يعني اللقطه بتاعت الصوص دي. فعايزه اقول لكم لازم نهتم بالمونتاج بتاع الفيديوهات بتاعتنا. اخواتي وحبايبي، احبكم ناجحين وربنا يوفقنا جميعا يا رب. طبعا انا حطيت هنا معلقتين من السيرم على الرمان، وهبتدي اضيف الرمان. لازم نهتم طبعا زي ما قلت لكم بالمونتاج بتاع الفيديوهات. كلكم جمال ووصفاتكم هايله جدا، بس المونتاج بتاعنا بيبقى انا نفسي ساعات ببقى في حاجات مش يعني مش بعملها كويس وكده، بمنتجها كويس. فهنتعلم مع بعض كده ان شاء الله. هنزل لكم فيديو اشرح فيه ازاي نمنتج بالبرنامج اللي انا شغاله عليه، وخطوه خطوه مع بعض كده نتعلم، وانا كمان اتعلم معاكم. كلنا بنكبر ببعض. ان شاء الله انتظروني في فيديو شرح للمونتاج. في برامج كتير انا عارفة، بس اما بنشرح بطريقتنا احنا هنفهم اكتر يعني انتوا فاهميني طبعا اقصد ايه. طريقة المونتاج بتبقى صعبة شوية، عشان يعني فيديوهات بتبقى شرح المونتاج فيها صعب شوية. تمام. فهقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله مع بعض كده.
واحدة واحدة ونتعلم كلنا مع بعض. انا اول مرة هعمل فيديو شرحي يعني، بس عشان خاطركم انتوا هتعلم ان انا ازاي اشرح واعمل فيديو شرحي. تمام، انتظروني قريب ان شاء الله في فيديو نشرح فيه يعني. طبعا زي ما انتوا شايفين الكيك طلع جميل جدا معانا، زي ما انتوا شايفين الكيك شارب من الصوص كده، روعة جدا جدا يعني. كيكة بسيطة جدا وسهلة. حبايبي واخواتي، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله.